رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. هنبدأ كده مع بعض. أول حلو في شهر رمضان السنة دي هنعمله مع بعض. هنعمل حاجة كده مزيج ما بين الكيك وما بين البسبوسة، كيكة السميد بالبرتقال أو كيكة الرواني. الناس اللي بتحب ترميلة البسبوسة وهشاشة الكيك، الحلو ده بيجمع ما بين الاتنين، خفيف وسهل وبسيط ونتيجته مضمونة 100%، والطعم بجد تحفة. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده ونعمل كيكه السميد مع بعض، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا. هنبدا مع بعض اول حاجه بالشربات عشان نعمله ونسيبه يبرد لحد ما نجهز الكيك. هحتاج لمقادير الكيك الشربات بتاعها كوبايتين من السكر وعليهم نفس الكميه من الميه، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من الميه، وكمان هنزل عليهم بعصير ليمونه. السيرب بتاع الرواني او شربات الرواني بنعمل تكة كده مختلفة شوية المرة دي، وهي اننا هنضيف 3 شرايح من البرتقال يغلي مع الشربات، او الشربات كده هياخد النكهة بتاعة البرتقال، وكمان البرتقال ده هيستوي ويتكرمل وهنستخدمه في الاخر في التزيين، هيدي طعم بجد تحفة. هنحطهم على النار ونسيبهم 7 دقايق ل 8 دقايق من بعد الغليان، ونسيبه يبرد على جنب، وبكده السيرب بتاعنا هيكون جاهز. نبدأ بعد كده بالمقادير الجافة اللي هنحتاجها للكيك. هحتاج كوباية من دقيق الحلويات أو دقيق الكيك، وعليه كوباية من سميد البسبوسة الخام من غير أي إضافات خالص، السميد الخام من عنده على العطار، وعليهم نص كوباية من جوز الهند، ودي اللي هتديكم طعم بجد وريحة تحفة. كمان هنزل بمعلقة كبيرة كده مليانة من البيكنج باودر، وهي دي المقادير الجافة بتاعتنا. بقلبهم مع بعض كويس جدا عشان كل حاجة كده تختلط، وكمان الدقيق بتاعنا يكون منخول عشان نضمن ان الكيك بتاعتنا تكون هشة وخفيفة وكمان مظبوطة. هقلبهم مع بعض وكده المقادير الجافة بتاعتي بقت جاهزة، نحطها على جنب. ويلا نبدأ بالمقادير السايلة. في الخلاط هنزل اول حاجة باربع بيضات. اهم حاجة في مقادير الكيكات بالذات كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان توصلوا لافضل نتيجة في الحلويات. هنزل كمان عليهم بنص كوباية من السكر، مقدار السكر هنا مش قليل، انا معتمد ان لسه احنا هنسقيها بالشربات، سكرها هيبقى مظبوط جدا. عليهم كمان هنزل بنص كوباية من اللبن برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم نص كوباية من الزيت. نستخدم نفس الكوباية في كل معيار المكونات عشان تطلع معاكم مظبوطة. الإضافة التانية اللي هنضيفها اللي هتدي لي النهاردة الكيكة بتاعتنا طعم البرتقال، وهي فانيلا بطعم البرتقال، فيها نكهة البرتقال القوية وكمان طعم الفانيلا. لو مش متوفرة عندكم هنستبدلها بالفانيلا العادية وبشر برتقانة كبيرة. كده كل المقادير بتاعتي السايلة ضفناها في الخلاط، وهبدأ هضربهم لمدة من دقيقتين لثلاث دقايق لحد ما اضمن ان السكر داب وكل الحاجات دي اختلطت وبقت هشة كده شوية، وكمان لونها بقى فاتح. ضربناهم خلاص بالشكل ده، لونهم بقى فاتح، وضربناهم شوية لحد ما وصلنا للقوام المطلوب. بعد كده هنيجي لاخر مرحله، وهي ان احنا نضيف المقادير السائله اللي ضربناها على المقادير الجافه. ضفت المقادير الجافه في بوله اكبر اللي هي السميد والدقيق والجوز الهند والبيكنج باودر، ونزلت عليهم بالمقادير السائله اللي احنا ضربناها. وهبدا كده بالمعلقه، مش محتاجين لا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه، بنقلب من فوق لتحت لحد اما كل المقادير تختلط مع بعض كويس جدا، كل الدقيق يختفي، ما يكونش لي اي اثر قدامي في خليط الكيك، ولحد ما اوصل للقوام المطلوب. الكيكه قوامها مظبوط جدا، هي مش تقيله ومش خفيفه، ميكس كده ما بين الكيك وما بين البسبوسه. هنفضل نقلبها لحد ما بنوصل للشكل والقوام اللي احنا عايزينه. كل دي اختفى خلاص، الكيك بتاعتي بقت جاهزة، هو ده القوام اللي انا بتكلم عليه. شايفين الترميلة كمان بتاعت السميد شبه قوام البسبوسة شوية، بس الخليط اطرى شوية. هنجيب بعد كده قالب فرن. انا عندي هنا صينية دهنتها بشوية من الزيت او السمنة وبطنتها بسميد البسبوسة. تقدروا تستخدموا طبعا زي ما بقول لكم دايما اي قالب كيك انتوا حابين، اهم حاجه تكون مقاسه 24 عشان تطلع معاكم بالسمك اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو. لو انتوا حابينها ارفع ممكن نستخدم قالب كيك مقاس 26، بس مش اكتر من كده والا هتطلع معاكم رفيعه جدا وتنشف. نزلت بمقدار كل خليط الكيكه بتاعتنا في القالب بتاعنا،
وعندي الفرن متسخن على الشبكة درجة حرارة متوسطة. بندخل الكيك نفس التسوية بتاعت الكيك العادية جدا اللي احنا متعودين عليها. مجرد ما بتحمر وبتاخد اللون الحلو من فوق ومن تحت، بحط فيها عود خشب كده او طرف السكينة تطلع معايا نظيفة ما فيهاش اي حاجة كده، خلاص بعرف انها جاهزة وانها استوت. السيرب بتاعنا بعد خلاص ما بقى جاهز هنسيبه يبرد تماما قبل ما نستخدمه نسقي بيه الكيك. هخرج بس شرايح البرتقال بتاعتنا عشان هنستخدمها في التزيين، وزي ما قلت لكم طعمها بيكون الشربات نفسه اخد من الطعم بتاعها، وهي كمان استوت وبقت متكرمله وطريه كده وطعمها تحفه. الكيك بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن اخدت اللون التحفه من فوق ومن تحت، اللون الذهبي المظبوط. بنسيبها تهدى بس 5 دقايق الاول، وبعد كده بنزل عليها بالشربات البارد. ما ينفعش الاتنين يكونوا سخنين والا هتعجن معاكم. بننزل بكل كميه الشربات وبتسيبوها تتشرب كده براحتها بقى. عشان كده انا قلت لكم انا مستخدمه بس نص كوبايه من السكر في مقادير الكيك نفسها، لان الشربات هيعوضني وهيظبط لي الطعم، هيطلع سكرها مظبوط جدا معاكم. سقيناها بكل كمية الشربات بتاعتنا. سيبوها في الصينية تبرد خالص قبل بعد كده ما نقلبها في طبق التقديم، وتبدأوا بقى تزينوها زي ما انتوا عايزين. هزينها هنا بشرايح البرتقال اللي احنا كنا غليناها مع الشربات بتاعها، وهزينوها كده بشوية من جوز الهند على الوش. بما ان احنا حاطين اصلا في المكونات كمان جوز هند، هيليق جدا معاها وهيديها طعم تحفة. تقدروا برضو ممكن تقدموا معاها مكسرات، رشة كده من المكسرات. بجد بجد من احلى الكيكات اللي ممكن تجربوها. زي ما قلت لكم الناس اللي بتحب البسبوسة وبتحب الكيك دي ميكس ما بين الاتنين، فيها ندغة كده في الطعم وهشة وخفيفة وطعم بجد مختلف. اتمنى ان انتوا تجربوا الكيك دي وتعجبكم، واستنوا ان شاء الله على مدار طول شهر رمضان هنعمل لستة وصفات مختلفة عن كل سنة وجديدة وطعمها كمان مختلف. دي كانت اول وصفة حلويات، استنوا لسه معانا وصفات كتير جاية ان شاء الله في الحلويات. دي كانت وصفتنا النهاردة وكان الفيديو بتاعنا النهاردة. اهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.